الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. عود على بدء والحديث واستكمال الحديث عن زيارة وزير الإعلام السوري، وزير إعلام نظام الجولاني الدكتور حمزة مصطفى إلى مدينة الميادين، وإطلاقه تلك التصريحات الوطنية والعاطفية والجياشة وحملة التجيش التي مارسها هناك آه، في مدينة الميادين، وإطلاق الوعود والتهديدات ضد مناطق شرق الفرات، وأنه هو واثق ومتأكد أنهم سيذهبون إلى الرقة والقامشلي والحسكة، ومن هالكلام اللي سمعناه من فم وزير الإعلام السوري. وزير الإعلام السوري يبدو لي أنه هو نسي أنه يعني نظامه وقع اتفاقا مع قوات سوريا الديمقراطية، فما الداعي إلى حملة التجيش والتخوين واتهام قسد بالانتهاكات وأنها تمارس يعني تسعى إلى التغيير الديموغرافي؟ طيب إذا هي قوى بهالنوعية من الشيطنة ومن الإجرام ومن وترتكب الانتهاكات بحق السوريين، أجدى بنظام الجولاني أن لا يعقد اتفاقات مع هذه القوى السياسية والعسكرية، ولا يسعى إلى ضمها إلى النظام السوري وإلى الدولة السورية. كيف يعني يعني هذا كلام غير مسؤول. هذا كلام غير مسؤول وغير صحيح، يصدر من مسؤول كبير من نظام الجولاني. يعني أنا تحدثت حول هذا الموضوع مليا، ورديت يعني يعني وناقشت هذا الموقف وتبعاته ومخاطره، وطالبت قصد بالرد، يعني الرد الرسمي، كون أنه هذا الكلام مش صادر عن موسى العمر أو مهند القاطع أو مين تكون يعني من المحسوبين على الإعلام الموازي لنظام الجولاني. لا، هذا صادر عن وزير إعلام ويستحق الرد. هذا تقديري للموقف، أنه هيك تصريحات تحريضية تجيشية جياشة بالوطنيات والدموع والتنهدات وترى تستحق رد واضح وصريح في مش على نظام الجولاني ككل، على نظام الجولاني. يعني نحن ما شفنا مسؤول في قسد يأتي على الضفة الأخرى المقابلة لضفة النهر اللي بيحكي عنه حمزة مصطفى، ويقول إن الغد لناظره لقريب، يعني سنذهب إلى الضفة الأخرى من النهر، وأهلنا هناك في الميادين يتألمون ويتوجعون وينتظرون القصص. يعني من نفس أسلوب العواطف والتجيش واللعب بالغرائز وتأليب السوريين على السوريين اللي مارسوا حمزة مصطفى في الميادين. ما شفنا حدا من قيادات قسد سوى نفس الأداء المسرحي والدرامي المونودراما، يعني يعني مشهد مسرحي ما شفنا اللي حواليه كمان، وكأنه لوحده هيك قاعد واقف على المسرح ويؤدي هذا الدور يعني بعدم مسؤولية. أنه هكذا موقف يسجل على نظام الجولاني. بكرة إذا صار شيء وفزعات وهوسات وتأليب وكذا، ترى ما حدا يحاسب قسد. هاي وزير الإعلام السوري موجودا بشحمه ولحمه ودقنه، موجود في الميادين ويهدد ويرعد ويثبت ويؤكد ويقول يجوز وأمل
وفي نهاية السنة وبعدين يؤكد أنه هو واثق من مسألة العبور، يعني بده يعبر خط بارليف قائد كتيبة الخيال الدكتور حمزة مصطفى. مقصدي من هذا الكلام أنه هذا سلوك غير مسؤول قولا واحدا، وينم عن النوايا الحقيقية لنظام الجولاني اتجاه قسد. طيب مع هكذا قدر من الاستهداف، كيف يعني قسد، كيف فينا نقنع قسد ونقنع الكرد ونقنع المجلس الوطني الكردي بضرورة الانضمام أو الاندماج مع هكذا نظام؟ يعني في تقديري الأستاذ عبد الحكيم بشار، الدكتور عبد الحكيم بشار والأستاذ إبراهيم برو ينبغي أن يبذلوا جهودا مضنية لكي يقنعوا المجلس الوطني الكردي ويقنعوا الكرد بجدوى أو يعني الاقتناع بتصريحات المعسولة أو يعني المنسوبة لنظام الجولاني. عموما تلك الحادثة، حادثة حمزة مصطفى في الميادين، فتحت قوسا لسؤال أيضا يتعلق بالشأن الإعلامي، وهو: هل سعى إعلام الجولاني إلى التواصل مع قيادة قسد وإجراء مقابلات خاصة مع شخصيات فاعلة ومؤثرة ووازنة في القيادة الكردية في قسد ومسد مثل مظلوم عبدي وإلهام أحمد، أسوة قنوات التلفزيون الأخرى العربية، سكاي نيوز العربية وقنوات أخرى؟ ليش الإعلام السوري يعني هل سعى؟ هو سؤال، وينبغي للمعنيين بالإعلام السوري وعلى رأسهم وزير الإعلام الإجابة حول هذا، يعني عن هذا السؤال، أنه متى وأين وكيف كان هذا السعي للتواصل وإجراء المقابلات، ولم تتكلل هذه المساعي بالنجاح ولاقت الرفض. استكمالا للسؤال السابق وعطفا عليه، هل كلف حمزة مصطفى عندما كان مدير تلفزيون سوريا وبمنصبه الحالي الآن وزيرا للإعلام، هل كلف فريقا إعلاميا لإجراء التواصل مع قيادة قسد؟ يا أخي بدنا نجي على الحسكة، بدنا نساوي حوارات معاكم حتى يكون يعني الرأي العام السوري مطلع على حقيقة الموقف الكردي القسدي من منصات إعلامية تابعة للجولاني. هل كلف حمزة مصطفى فريق يعني بهذا الخصوص؟ ومن كان يعني ضمن هذا الفريق للتوثيق من جانب توثيق المواقف في هذا الإطار مهم جدا يعني. وأعتقد أنه الإجابة على هذا السؤال الفرعي أيضا ينبغي أن يكون مقرونا بمعلومات موثقة بالتاريخ والأسماء. إذا يعني الإعلام السوري الرسمي، قناة الأخبارية وتلفزيون سوريا، مش عاجبهم قسد، نازلين شيطنة وأبلسة في قسد، طيب يعني اعملوا مقابلات خاصة مع قيادات المجلس الوطني الكردي، مع قيادات كردية أخرى وازنة، روحوا قولوا نحن حاولنا وتواصلنا مع هذه القيادات الموجودة في القامشلي واتفقنا على إجراء المقابلة الفلانية في التاريخ الفلاني، لكن اللي عرقل سلطة قسد. بدنا شيء ملموس موثق للإعلام السوري. أنا شخصيا ما سمعت، يعني لم أسمع ولم أقرأ على منصات الإعلام السوري الرسمي والموازي
شيء من هذا القبيل، أنه الإعلام السوري سعى للذهاب إلى مناطق سيطرة قسد شرق الفرات لإجراء مقابلات خاصة وحصرية مع قيادات قسد أو مع قيادات المجلس الوطني الكردي، واللي عرقل الموضوع هي سلطة الإدارة الذاتية الموجودة هناك. بدنا شيء موثق للرأي العام مشان نعرف أنه هل الإعلام الرسمي السوري مرغوب فيه في تلك المناطق أم لا. ما يعني يتباكوا ويتحججوا ويجي بيقول لي يقعد جنب النهر ويقول أهلنا هناك يا الجبل البعيد خلفك حبايبنا، ومن هالقصص هي يعني ما يسوي هيك. يعني بدي شيء موثق من وزارة الإعلام ومن المؤسسات الإعلامية، ويطلع لي معاذ محارب يقول بالله عليك نحن بعتنا فريق إعلامي ويحكي لنا شوي هيك يتفاصح علينا باللغة العربية الفصحى، و يعني يمرر بيتا شعريا في الحقبة الجولانية وليس العباسية والأموية أو من العصر الجاهلي، كنوع من التطعيم، يعني تطعيم الإدارة، إدارة الحوار بالأدب والشعر، ويطلع ويقول أنه نحن بعثنا فريق من الإخبارية وتواصلنا وهي هي الإيميلات وهي هي الردود، والجماعة يا أخي رفضوا، ما بدهم يانا نروح على القامشلي، نروح على الحسكة، نروح على الدير، ما بدهم يانا بشكل موثق. أنا بدي الكلام موثق، مش يطلع مثل ما يعني يدير الحوارات، يعني يلقي الكلام جزافا على عواهنه. شيء موثق. أنا ما سمعت بصراحة يعني. أنا آمل أن تساعدوني في هذا الموضوع في حال شيء منشور في منصات الإعلامية التابعة لنظام الجولاني أنه هذا النظام سعى إلى وإعلام هذا النظام، قنوات هذا النظام الإعلامية، الأوعية الإعلامية اللي تابعة لهذا النظام سعت للتواصل مع قيادات قسد وقيادات كردية أخرى وازنة ومهمة ومؤثرة، ولكن لم يكن هنالك أي استجابة تذكر وبل رفض. لكي نعرف يعني أنه أنتم حاولتوا وفي ممانعة، لحتى نتأكد أنه ما تقولونه على منصاتكم من كلام حول أنكم غير مرغوب بكم ومرفوضون في سلطة قسد، نتأكد من ذلك أنه يا أخي أنه كلامكم صحيح. هي الوثائق، ولا واحد من جماعة قسد فيهم أنه يعني راح تحطوهم في زاوية ضيقة ومحرجة، ويعني أنتم بتحكوا براهين وأسانيد وأدلة، مش كلامك شعوائي وعشوائي كما يجري حاليا. لو كان هنالك يعني شيء من هذا القبيل، مسألة أنه إعلام نظام الجولاني سعى للتواصل وإجراء مقابلات مع القيادات الكردية، والقيادات الكردية وسلطة قسد رفضت، لو كان في شيء من هذا القبيل، شيء هيك موثق، لكانت القيادة الكردية يعني أكدت أو نفت أو فندت هذه المعلومات بما لديها. نحن بصراحة، أو أنا على الصعيد الشخصي ما شفت. ساعدوني في هذا الخصوص يا جماعة الجولاني وإعلامي الجولاني، لحتى يعني يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. في تقديري الموقف الرسمي الكردي السوري مغيب تماما من الإعلام الرسمي التابع للدولة، وهذه الدولة يفترض أن تكون دولة الكل، دولة الكل،
والإعلام إعلام الكل ليس فقط إعلام جماعة الجولاني، بمعنى ينبغي للرأي المؤيد لموقف الهجري أن يكون حاضرا، طالما أنه نظام الجولاني يعتبر السويداء جزءا أصيلا من سوريا، فينبغي للتيار المعارض لنظام الجولاني في السويداء أن يكون حاضرا ومرحبا به في الإعلام الرسمي. هكذا هي الديمقراطية. طبعا إذا أنتم تؤمنوا بشيء اسمه ديمقراطية، ينبغي لإعلام الدولة، لأنه الدولة دولة الكل والإعلام إعلام الكل، يعني مش إعلام طائفي أو جهة معينة تجير لصالح جماعة معينة، طائفة معينة، دين معين، مجموعة سياسية معينة مثل حزب البعث. الدول الديمقراطية اللي بتحترم نفسها، إذا نظام الجولاني بيحترم نفسه وبيعتبر نفسه نظام مدني ديمقراطي منفتح، لازم وضروري يكون الإعلام السوري الرسمي منفتح على الآراء المعارضة في الساحل السوري، في شرق الفرات، في التيارات السنية الإسلامية السنية. يعني محمد حبش ينبغي أن يكون حاضرا وموجودا. هاي الدولة دولة محمد حبش كمان. معاذ الخطيب ينبغي أن يكون حاضرا. هاي الدولة دولة معاذ الخطيب كمان، مش بس معاذ محارب. معاذ الخطيب كمان لازم يكون موجود. رياض ضرار لازم يكون موجود في هذا الإعلام، مش بس يعني شو كان اسمه هذا الأهبل اللي من الدير. في أنا وياه هيك شوي هيك اشتبكنا على تلفزيون سوريا. مين كمان بتكون يعني؟ هيثم مناع كمان لازم يكون موجود وحاضر وفي إعلام سوريا. هاي بلده، هذا إعلامه، مش بس يعني يعني بتجيبوا من درعا كم واحد من يعني من نمرة معاذ محارب، ما بعرف إذا هو من درعا أو من الدير، ما يعني هيك شيء يعني. فهي دولة الكل، لازم هذا الإعلام يكون إعلام الكل، الكرد كمان، المعارضين. يعني الكرد مش على مستوى الأفراد، يعني بيجيبوا حوشنج أوسي وبيجيبوا حسين شلبي أو بيجيبوا مثلا يعني المعروفين أو الذين يعني يتكرر وجودهم أو حضورهم على هاي المنصات الإعلامية، وما بيخلونا. يعني مثلا أنا ما في مقابلة أو مشاركة على منصة على تلفزيون سوريا وما بيقاطعوني ويستفزوني وما بيخلوني أكمل فكرتي ويرشقوني هيك بالأباطيل والأكاذيب من المقدم أو المقدمة أو من الضيف الموجود في الاستوديو. ما مرق شيء هيك واحد يقول انه بالفعل انه هاي المشاركه كانت مجديه وبدون استفزاز، ما شفت. ف الموقف الرسمي الكردي متمثلا في قسد والمجلس الوطني الكردي غائب مغيب تماما من المشهد الإعلامي الرسمي السوري، منقول تابع لنظام الجولاني. ليش؟ لماذا يعني هذا الإعلام يقتصر أنه يجيب وحدة دجالة اسمها فاتن، أو مثلا واحد أهبل مسطول مطرود من حزبه بتهمة تهمة الاتجار بالحشيش والمخدرات وما بعرف شو، يعني بصرف النظر التهمة صحيحة ولا لا، مثل واحد اسمه علي تمة، أو بيجيبوا رديف مصطفى أو عبد العزيز التمو المنبوذ في عائلته يجي ويتاجر مثلا بدم الشهيد الكبير والعظيم الراحل مشعل التمو. يعني ليش هاي النماذج السخيفة؟ يعني هذا الإعلام ينبغي أن يكون حاضر في الساحل، مش على مستوى يعني مراسلين، لا لا، على مستوى استضافة قيادات، قادة رأي من الساحل السوري، قادة رأي ومؤثرين وفاعلين في السويداء، مش بس يركزوا على البلعوس. إيه يعني شو السويداء كلها بلعوس؟ مش معقول يعني. هذا من جهة. أختتم كلامي أنه
مقولة أنه الإعلام السوري الرسمي مرفوض في مناطق شرق الفرات هي أكذوبة وهي خرافة. هو صحيح منبوذ شعبيا للأداء السخيف والتافه والمشيطن، هذا لا خلاف عليه. لكي يسترد الإعلام السوري إعلام الجولاني ثقته أو الثقة به في مناطق شرق الفرات، ينبغي أن يكون موضوعي ومتوازن ووطني. هيك الناس بتصير تثق بهذا الإعلام. مسألة أنه غير مرغوب أو مرفوض في مناطق شرق الفرات، أعتقد هي يعني يعوزها الدليل القطعي الدامغ، دليل مش حكي، بدي دليل، بدي مراسلات، بدي وثائق تؤكد هذا الزعم المتهافت أو الخرافة والأكذوبة. هذا الكلام لا يعني أنه مناطق شرق الفرات جنة الإعلام والحر والديمقراطية، لا 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 لا، هنالك انتهاكات وانتهاكات صارخة أيضا في حق الإعلاميين الكرد في مناطق شرق الفرات. هنالك تضييق إعلامي، نعم. هنالك مشاكل، نعم. يعني وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى مرحب به في القامشلي، مرحب به في القامشلي والحسكة والدرباسية وعامودة أكثر مني. أنا ممنوع علي، يعني ممنوع. إذا رحت هنيك رح يأكلوني بسنانهم، يعني أنا ممنوع. أنا هو الشنقوسي مرفوض. كتبي ملاحقة هناك، مش بس أنا، كتبي ملاحقة ومرفوضة وكذا في سلطة قسد، وهو أكثر أضعافي مرحب. أنا أصلا مش مرحب فيه، يعني نتيجة انتقاداتي ومواقفي الناقدة لسلطة قسد، مش يعني لقسد مش لقسد كقسد، لقسد لأنه وتأثير حزب العمال الكردستاني وسطوة وسلطة وجبروت و... 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 عنجهية حزب العمال الكردستاني هناك، والتي بدأت تقل شيئا فشيئا، بدأت تقل، يعني لم تنتهي بعد، بدأت تقل. أنا شخص غير مرغوب فيه هناك، وحمزة مصطفى مرحب به، فليش يروح يتباكى ويحكي نهرو عبور النهر وعبور خط بارليف اللي بيحكموا القامشلي وحسكي والدير والرقة، مش الكيان الأزرق اللي انتم عم تتفاوضوا معه ومحتل يعني واصل لريف دمشق. عيب يعني. فسلوك وأداء نظام الجولاني وإعلام الجولاني يعني ما بيخلق طمأنينة، ما بيخلق ثقة، ما بيشجع الناس، أو ما بيشجعني أنه أحاول أن ألتمس مبررا أو عذرا أنه يلا مش مشكلة ومرحلة انتقالية ومن أعراض المرحلة الانتقالية. لا، في تعمد بشكل ممنهج استهداف الكرد واستهداف هذه المنطقة ومقدرات هذه المنطقة. بيشوفوا أنه سوريا لن تكتمل إلا بمنطقة الجزيرة. شو بيشوفوا من منطقة الجزيرة؟ بيشوفوا العشائر. حمزة مصطفى بيشوف العشائر، بيشوف القطن والقمح والنفط والغاز. هذا اللي بيشوفه، مش يعني نظام الجولاني شو سوى لما كانت هذه المنطقة تحت سلطة داعش؟ ما كان جزء من داعش. نظام الأسد اللي سبق الجولاني شو سوى لهذه المنطقة عندما جرى اجتياحها وتدميرها واحتلالها من قبل داعش وأحباب الجولاني؟ ما سوى شيء. القوى التي حررت هذه المنطقة هي القوى يعني الكردية والعربية والعشائر الكردية والعشائر العربية. هلا بالله عليكم، العشائر العربية الموجودة في قسد مكانها محترم وفي مقام محترم، عنوانه العريض التحالف الدولي المناهض للإرهاب أو التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي. هذا هو مقام هذا. وجودهم في قسد يضمن لهم هذه الشرعية الدولية الغير موجودة عند جولاني.
الجولاني هل هو جزء من التحالف الدولي ضد داعش لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي؟ بدي وثيقة من حمزة مصطفى وغيره. هل نظام الجولاني جزء أصيل من التحالف الدولي لمناهضة تنظيم داعش الإرهابي، مشان القبائل العربية ينتقلوا من كنف داعش، من كنف التحالف الدولي لمناهضة الإرهاب إلى كنف التحالف الدولي لمناهضة الإرهاب، من خندق قسد إلى خندق الجولاني، باعتبار أنه خندق المضاهدين لداعش واحد. ما في هيك شيء. بتكون القبائل العربية، بتكون البوشعبان والطي والجبور والشمر والنعيم والعقيدات والحرب والشرابيين يتركوا مقام قسد، مقام التحالف الدولي ضد الإرهاب، ويجوا يقعدوا جنب مهند القاطع، جنب داعمي الإرهاب الموجود عند الجولاني. بتكون يعني الناس القبائل العربية تستبدل مقامها بما هو أفضل. طيب هيئوا لهذه القبائل ما هو أفضل من قسد. يعني لدى الجولاني قبل شهور كان جزء من يعني مسجل لدى التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية. لم تمضي سنة أنه جبهة النصرة وأحرار الشام وكل هالكلاوات كانت تنظيمات إرهابية. بتكون هي القبائل العربية تتخلى عن هذا المقام، مقام مناهضة الإرهاب وجزء من التحالف، جزء أصيل من التحالف الدولي المناهض للإرهاب، ويجوا لعند التحالف القبلي الداعم للإرهاب اللي بيرأسه الجولاني. يا مجنون، بيحكي وعاقل يسمع. ما بتزبط هيك. أقنعوا الناس كردا وعربا بأن نظامكم بالفعل نظام وطني حر مستقل سيد نفسه، لا يخضع لأوامر التركي، لا يطوبز للأتراك ولا يطوبز للإيراني، عفوا للروسي، وسيطوبز لاحقا للإيراني، وبدأت المؤشرات تلوح في الأفق. وقد طوبز سابقا لأن الكيان الأزرق، يعني روح قلب الكيان الأزرق على زمن النظام السابق كانوا بيسموهم أولاد العم، بدهم أولاد العم يضربوا نظام الأسد، ويعني يقيمون الصلوات والأدعية وحلقات الذكر والدروشة لكي يستهدف إسرائيل نظام الأسد، وكان يستهدف وكان بيضرب، كانوا فرحانين. الآن تغير الموقف، بياكلوا ضرب من إسرائيل، بياكلوا ضرب من إسرائيل، وبيروحوا من تحت الطاولة يطوبزوا ويتفاوضوا، وبيجي حمزة مصطفى للميادين ويهدد قسد. عيب هذا. يعني ما سأترك توصيف هذا السلوك لكم. دمتم بألف خير.